السلام عليكم. نفس ما وعدتكم حل مشكلة برنامج سناب شات اللي عليه حظر مؤقت أو حظر دائم أو عليه حظر الاي بي أو حظر اللي عند صفحة تسجيل الدخول تطلع لك مشكلة تم حظر حسابك مؤقت الأخير. طبعا حل المشكلة هذه أنا سبق ونزلت فيديو عن حل المشكلة، لكن كثير من الأشخاص ما عرفوا شلون الطريقة عدل أو حصلت بعض المشاكل عندهم أو اختلاف الأجهزة. على العموم الحل السابق كان شغال، لكن في بعض الناس ما اشتغل عنده. هذا الفيديو جايب لكم الحل لجميع أجهزة الأندرويد، إن أي شخص عنده جهاز أندرويد يقدر يفتح سنابه بكل بساطة. طبعا المقصود بأن الحظر ما يكون حظر دائم أو حظر يعني مخالفة الشروط، لا، يكون الحظر المؤقت اللي مخليك تفتح سناب. هذا الحظر بسيط جدا باتباع الشرح اللي راح أشرح لكم إياه الحين. وقبل لا ندخل الشرح، بالنسبة لأجهزة الآيفون الأمان لحد الآن ما لقيت حل، وما عندي جهاز آيفون أساس أني أقدر أطبق الفكرة أو الأفكار اللي عندي أو الطرق. الأشخاص اللي عندهم جهاز الآيفون أنا أعتذر منكم بالفيديو هذا أو الفيديو الجاي، فإن شاء الله غريبا أول ما أحصل طريقة أو أجرب طريقة وتنجح راح أجيبها لكم على طول بإذن الله. فخلوكم مشتركين وإن شاء الله غريبا. التطبيق اللي محتاجينه اسمه ايلاند، يعني الجزيرة اسمه. فكرة التطبيق انه ينشأ مساحة على جهازك كأنها جهاز ثاني او كأنك شاري جهاز جديد باي بي مختلف باصدار مختلف. راح تسألني شنو فايدة من هذه الفكرة؟ اقول لك فايدته كأنك جبت جهاز جديد، تقدر تنزل سنابك ويفتح يبين عندهم كأنه جهاز جديد، ما يبين ان هذا الجهاز كان محظور. طبعا الطريقة رسمية وما فيها مشاكل، وحرصا عليكم من المشاكل سويت تجاربي عليها بحسابات كثيرة، والطريقة مجربها أكثر من شهر ما فيها أي خطر وما فيها أي مشاكل. أنا ما نزل شيء بالقناة إلا وما في أي مشاكل أو خطر، وكل مجربة أكثر من مرة أو مدة طويلة، مدة كافية، ومسوي عليها أغلب التجارب اللي عندي. فالطريقة اللي تنجح أنزلها بالقناة، والطريقة اللي تفشل ولا كان صار شيء. كل هذا مجهود شخصي، يعني ما راح تحصل الفكرة بمحتوى عربي أو أجنبي، لأنه مجهود شخصي مثل ما قلت لك. فلا تبخل علي باللايك والاشتراك إذا أنت مشترك، وشير تكون فيت ووفيت. واكتب لي بالتعليقات إذا نجحت الفكرة معاك أو أي مشكلة تظهر لك. إن شاء الله ما في مشاكل، لكن إذا يعني لا سمح الله طلعتك مشكلة تواصل معي بالتعليقات أو كلمني عن طريق تليجرام. وإذا أحد من ربعك عنده هذه المشكلة ارسل له الشرح. أهم شيء تابع الشرح من الأول للآخر، من أول ثانية إلى آخر ثانية. الخطوات مهمة تركز فيها. جيب قهوتك أو مشروبك واستمتع فيه وتابع معي خطوة بخطوة، إن شاء الله نحل المشكلة. حتى لو طولت عليك بالشرح تحمل، لأن المهم أبسط كل شيء، لأن أشوف تعليقات كثيرة اللي ما ضبط معاهم، واللي مقدم الفيديو ناسي، واللي نص اللي شرحته ولا كأنه شافه. أنا أتمنى كل المشاكل تنحل وتفتكوا من هذه المشكلة. أدري طولت بالمقدمة، أعتذر منك وندخل بالشرح. أول شيء نحتاج تطبيق ايلاند. ايلاند تطبيق رسمي موجود على متجر بلاي. تدخل على متجر تكتب ايلاند بالعربي أو بالإنجليزي، الروابط تحصلها بالوصف. ندخل المتجر ونكتب ايلاند. هذا التطبيق طبعا تنزل التطبيق حجمه صغير جدا، ومكتوب جنب التطبيق استخدام المنتج قبل إطلاقه. يعني حد الحين ما نزل بشكل رسمي، ولكن تقدر تستخدمه. أول ما تفتح التطبيق تطلع لك هذه الواجهة اللي هي اتفاقية، وتوافق على الاتفاقية. راح يطلب منك بعض الأذونات لازم توافق عليها. أول إذن نبدأ في إعداد في الشخصي للعمل، قبول ومتابعة. قبول. طلع لنا قائمة مكتوب عليها ايلاند، وجنبها صورة مصقرة كان عليها شنطة أو جنطة عمل. فهذا يبين لك أن هذا القائمة التطبيقات الخاصة بالتطبيق نفسه اللي هو ايلاند. كل اللي تحتاجه الحين تطلع برا البرنامج راح تحصل مجلد مكتوب عليه العمل في متجر بلاي وبعض البرامج الأساسية. طبعا هذا المجلد هو مثابة جهاز ثاني أو أي تطبيق عليه علامة جنطة أو شنطة، هو عبارة عن جهاز ثاني. ما راح تعرف التطبيقات أن هذا الجهاز جهازك، يعتبره جهاز ثاني. ندخل على متجر بلاي. طبعا لازم يكون عندك حساب أو تسوي حساب جديد. احنا ليه دخلنا على متجر بلاي؟ عشان ننزل برنامج سناب شات من عنده، نسجل دخول كأنه جهاز جديد، ما يحتاج ننشئ برنامج ثاني أو طرق أخرى. ندخل إيميلك حق الجيميل أو تنشئ إنشاء حساب. ينفتح متجر بلاي نقدر عن طريق نحمل تطبيق سناب
شات، نقدر ندور باسم التطبيقات أو نكتب فوق سناب شات. لو نزلت الحين ما راح يبين عندي سناب شات بالجهاز الأساسي، راح يبين لنا جهاز جديد ما فيه سناب شات. نسوي تثبيت للتطبيق. بعد ما نزلت تطبيق سناب شات راح تحصله مجلد العمل. طبعا التطبيق راح يكون عليه علامة شنطة أو علامة زرقاء تحت، هذه يدلك أن التطبيق مثبت على مساحة أو ايسلاند أو الجهاز الجديد، أو خلينا نتفق نسميه الجهاز الجديد نازل بالجهاز الجديد. ندخل على سناب شات. طبعا هذا اللحظة الحاسمة، دخل رقم تليفونك أو إيميل والرقم السري، ولا تتفاجأ أنه فتح معك، لأن الطريقة رسمية كأنك فاتح بجهاز جديد. الحين نحط اليوزر نيم والباسورد، طبعا هذا وهمي لا أحد يضيفني عليه. السماح للكاميرا، السماح للوساط، تسجيل الصوت. نفس ما شفتوا الحين فتح سناب شات. العلم سناب شات هذا بدون رقم وإيميل، يعني إيميل وهمي ورقم وهمي، مع ذلك ما ظهر لي أي مشاكل. هذا يدلك أنه يعتبر المساحة هذه أن جهاز جديد، أو شركة سناب شات تعتبر أن هذا جهاز جديد، فما يشددون عليه. الطريقة آمنة 100% ومجربة ومتأكد منها من فترة طويلة. حتى لو تفتح حساب ثاني ما عندك مشكلة. بالنسبة للفكرة، مو شرط سناب شات، تقدر تنزل أي برنامج، تقدر تفتح فيه حساباتك، حتى لو تبي واتساب ثاني ما عندك أدنى مشكلة. فيعتبر عندك جهاز ثاني بجهازك. تخيل عندك جوالين بجهاز واحد. فالفكرة جميلة جدا وتستحق أنك تعطيني لايك، وعلى المجهود اللي بذلته لايك وتشترك والتعليق طيب تحت. الله يوفقك، ضبطت معاي. التعليقات هذه أحبها يا جماعة، التعليقات البسيطة، حتى لو تكتب شكرا، لو تكتب إيموجي، أنا أنبسط صراحة وارتاح أني أشوف في تفاعل، أشوف في ناس استفادت، في ناس الله يسعدها تكتب الله يوفقك ضبطت معاي. يا جماعة هذا يشرح صدري. الله يجزاهم خير الناس اللي تكتب التعليقات وتكتب شنو يصير معها، لأن في ناس بعد ما ياخذ الفكرة ويطبقها وتضبط معه يطلع ولا يكتب شيء إنه يعني ضبطت معه أو لا يفيد غير على الأقل، ولا يعبر التعب اللي تعبت أنا من فترة طويلة أجرب وأنزل وأسوي، وتخيل أسجل الفيديو وقطع ومنتج. إنسان يبذل مجهود إلا يبي ثمرته. يعني وقت أشوف تعليق واحد يدعي لي أو يقول جزاك الله خير أو شكرا، يا أخي ينشرح صدرك والله، وتحس أن تعبك ما راحت على الفاضي. وهذه الفكرة بكل بساطة. إذا وصلت للوقت هذا وأنت تتابع الشرح، أحب أقولك أنت إنسان مستمع جيد، أنت مبدع، الله يوفقنا ويوفقك إن شاء الله. وأحب أشكركم المرة الثانية على الدرع اللي فضل الله ثم فضلكم وصلنا له درع 100,000. الله يسعدكم والله يوفقكم إن شاء الله. ما وصلته لفضل الله ثم فضلكم. ويا جماعة تظهر له أي مشكلة أو أي شيء يكتب بالتعليقات، سواء ضبطت معاه ومضبطت أو عنده مشاكل يكتب بالتعليقات، أو يتواصل معاي عن طريق التليجرام، هذا المعرف. والأخير اللهم صل وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.